السلام عليكم. اليوم امودي ان شاء الله راح ندير لكم ان غراتان بالسلق، ولكن ولا اسهل. يعني السلق راح يحافظ لنا بزاف على الفيتامين تاعو. واش راح نحتاجو؟ انا هنا حكمت السلق كما رانا نشوفوا، غسلوه مليح، لكن نحو الاوراق فقط. يعني الاغصان هادو ما نستعملوهمش، نستعمل الاوراق فقط. واش ندير؟ نحكم الاوراق تاوعي، نقطعهم صغير. هذه اول يعني مرحله في هذا الكراتان. واش نديرلو؟ نطحنوه في الروبو. انا حنطحنوه في الروبو، نطحنوه كامل ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. انا هنا ها هو السلق تاعي بعد ما طحنته في الروبو، ها هو امامكم مطحون. هنا واش عندي؟ هنا خذيت ان مولا كراتان، قليت البطاطا دي رونديل دوائر عادي، وستفتهم في المول تاعي صاير داير ومن تحت. يعني هذه طريقه يعني معروفه. هنا حكمت شويه تاع لا فيونداشي، طيبتها بالبصل. كيما تقدري تستغني على لا فيونداشي. الا استغنيتي على فيونداشي دبلي حبيبه بصل فقط، ديريها مع السلق تاعك. الا حبيتيه يعني تزيدي له الطعم يعني بنه، زيدي له شويه تاع لا فيونداشي. ما عندكش تقدري ديري الدجاج، تقدري ديري طون، كيما تقدري تستغني كامل على هذه المرحله. هنا عندي شويه تاع المعدنوس، هنا عندي حبيبه تاع البيض على حسب الكميه تاع السلق وعلى حسب لو مول تاعك. شويه فرماج بورسيون وشويه فرماج غابي. مباشره نخلط هذاك لا فيونداشي مع السلق تاعنا. نزيد لهم، ما قلت لكم هذه الوصفه ولا اسهل، لكن تجي بزاف بنينه وصحيه في نفس الوقت. لانه السلق تاعنا ما راح نطيبو وما راح نغليه، نديرو مباشره. من بعد نقص عليه هذوك الحبيبه تاع البيض. كما قلت لكم البيض على حسب الكميه تاع السلق تاعنا. الا درتي كميه اكبر يحكل لك اكثر من 3 حبات. انا لو مول تاعي صغير، اذا ندير اللحم تاعي راني درت فيه فلفل اسود، طيبته بالملح وفلفل الكحل. اذا نخلط هذه المقادير مع بعض. ندير لهم شويه تاع الملح على حساب السلق فقط، اللي هو السبانخ، ونفرغهم لهنا في هذا لو فيد. هذا نفرغ الخليط تاعنا تاع السلق بهذه الطريقه. نحكم لو فرomاج بورسيون تاعنا. نحب انا نقسم الحبه على 2 وندخل هكذا باش نصيبو يعني مرصوات كبار تاع الفرماج في الكراتان تاعنا. كما قلت لكم هذا الشيء كله اختياري. هي الوصفه الاصليه انك ديري السلق مع البيض وديريهم مع البطاطا وندخلوه الفوغ. قيس ما ينشف فقط لانه كلش طايب. كما نعرفوا السلق يطيب بالخف، يعني ما راحش يطول لنا في الطياب. نزيد الحبه الرابعه اللي معنا هكذا. نديرو شويه حيل باش ولادنا ياكلوا لنا السلق، ونديرو شويه تاع الفرماج غابي على الوجه، وندخلو الكوشه يتجمر ونخرجوه. اذا نلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هو الكراتان تاعنا بعد ما نشف لي في الفوق جبدته، ها هو امامكم. يعني ما تخلوش بزاف يطول بزاف الفرن حتى ينشف تماما. يعني قسم ما يطيب لنا البيض فقط، والسلق كما نعرفوا السبانخ بالخف يطيبوا. راح نقسم لكم يعني قطعه باش نشوفوا هذا الكراتان تاعنا كيفاش عامل. بسم الله يا ربي. اذا ها هو الكراتان تاعنا. شوفوا كيفاش جانا، يجي ما شاء الله هذا الكراتان هذا. وكما قلت لكم انه يعني صحي. يعني هاد السبانخ هذوما، ها هو لو مول يعني الكراتان تاعنا كما رانا نشوفوا. نجيب لكم فرشيطه فقط. بسم الله. ها هو يعني الفرomاج تصيبوه دايب في الوسط، هذاك السلق طايب مع لا فيونداشي. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تنال اعجابكم. اذا ها هي واجده امامنا. وإذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو، تشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده.
والى اللقاء.